السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أخبار المستديرة. معاكم النهاردة أخبار النهاردة أخبار رياضية مهمة جدا الحقيقة، أهمها طبعا قرعة دوري أبطال أوروبا اللي اتعملت امبارح الخميس في موناكو في فرنسا. وطبعا حضراتكم اكيد عارفين نظام دوري ابطال اوروبا، النظام الجديد اللي اتعمل من الموسم اللي فات. ممكن لو لسه في ناس مش فاهماه قولوا لي وانا ابقى اشرحه لكم ان شاء الله في فيديو تاني بالتفصيل. بس قبل ما نتكلم عن دوري ابطال اوروبا خلينا الاول نتكلم عن الاسبوع الخامس من الدوري المصري في السريع كده. طبعا مباراه الاهلي وبيراميدز عملت عليها فيديوهات شورتس، كذا فيديو شورتس اتكلمت فيه عن طاقم التحكيم، واتكلمت فيه عن الاصابات اللي في الفريقين، واتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل يعني، فمش هتكلم تاني عن مباراه الاهلي وبيراميدز. الاهلي وبيراميدز طبعا هيلعبوا يوم السبت 29 الساعه يوم 30 عفوا يوم 30 اغسطس الساعه 9 مساء. في نفس التوقيت على فكره هيكون في مباراه جماهيريه حلوه قوي ما بين غزل المحله والاسماعيلي. يوم الاحد بقى هيكون مباراة الساعة 6 مساء ما بين كهرباء الإسماعيلية والمصري البورسعيدي، والساعة 9 الزمالك هيلاعب وادي دجلة. يوم الاثنين 1/9 إن شاء الله كابتن حسام حسن المفروض إنه هيعلن عن قائمة المنتخب المصري اللي هتشارك في مباراتي اثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم اللي هتتلعب في التوقف الدولي القادم ان شاء الله، اللي هيبتدي من يوم 1/9 وهينتهي يوم 11/9 بإذن الله. مجموعات دوري أبطال أوروبا بقى هسيبها لكم بالتفصيل الممل في تصنيفات الأندية قبل القرعة، وتصنيفات الأندية بعد القرعة، واختياراتهم في المجموعة ومين مع مين والكلام ده كله، عشان بس ما اعملش فيديو طويل على الفاضي. انتوا كده كده مش هتعرفوا تحفظوا أصلا لأن الأندية كتير والمجموعات كتير جدا الحقيقة. لكن ريال مدريد الحقيقة واقع في مجموعة قوية جدا، هيلاعب ليفربول ومارسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي، يعني الدنيا بايظه خالص، وبرشلونه معاهم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وتوتنهام. فهسيب لكم الكلام ده كله بالتفصيل الممل كتابه تحت في اول تعليق وفي الوصف، عشان حتى لو عايز تنسخها وتخليها تحتفظ بيها، عشان تكون فاكر الدنيا ماشيه ازاي يعني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.